معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. في حاجة كده لازم نركز فيها. اللحظة الأخيرة غير البداية. يعني دايما بيقولوا على البدايات لما بنتكلم فيها كده بتبقى اللي هو الله بدايات انطباعات جميلة وحلاوة البدايات إنها الانطباعات الجميلة التي تدوم وتنتشر وتتوغل وتبوظ في الآخر والفيرست امبريشن اللي بيطلع غلط أصلا وبتحس إنه إيه ده أنا ما كنتش فاهم حاجة خالص. فإحنا بنتكلم بقى عن إيه اللحظات الأخيرة. دايما بيقولوا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ومن هو الذي لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ مين بقى ما احنا كلنا بنأجل يعني أصله معلش يعني لو انت مش هتأجل عمل اليوم إلى الغد مين هيعمله؟ امال يبقى مين؟ ما انت برضو يعني كده هنعمله كلنا يعني. شوف يا باشا اليوم الغد بعد الغد انت كده اللي هتقوم بالليلة محدش هيشيله. حاول تنجز غير مفيش حد هيشيله غيرك يعني كده انت اللي هتعمله. فما تحسش انه ايه ده انا هأجله وحد تاني يشيله بقى او هتلبسه لحد تاني في الشغل الهوم ورك مثلا او الاساينمنت او كده في المدرسة حد تاني غيرك يعمله. لا محدش هيعمله. الشغل برضو ما حدش هيعمله. السفر او حجز الشاليه او الحاجات دي كلها ما حدش هيعمله غير لو انت اللي مسؤول. بس اقول لك على حاجه، عندنا سوبر تالنت، عندنا برضو احنا تالنت مش موجوده في حته. اظن الموضوع ده الو انتوا مين في مصر صح؟ ماشي اوكي والله عندنا لا عندنا سوبر تالنت. عندنا ما بلغوكيش هم لا والله لسه لا عندنا سوبر تالنت في مصر. ان فعلا فكره ان احنا بنسيب الحاجه للحظه الاخيره دي بس فعلا الحاجه بتتلم. يعني هو مش صح بس هي حاجه غريبه ما بتحصلش غير يعني حاجه غريبه ان انت مثلا تلمي منهج بتاع امتحان ليله الامتحان. هو مش الصح بس بيحصل بس برضو I can go dark شويه يعني ممكن اوديك في حته كئيبه شويه. وليه هو اخر حته بقى من الساندوتش مثلا ده كئيبه عندي. ده عارفه اللي هي الحته اللي في الطبق ما بيبقاش ساندوتش بيبقى في الطبق بقى اللي هي اقول لك نكت البيس اللي هي بيف اللي شايلها تاكليها مع الفرايز اللي هو اخر 2 و2 دول. وتظبط الطبق والشوكه والمعلقه وتعرف ايه اللي هيتاخد مع ايه والصوص يظبط ازاي باشا والصوص يقع. يجي حد بقى يبوظ المعادله كلها او يجي لك مثلا حد يقول لك انا خدت الحته دي دقتها. يعني ايه طبعا يعني مش هسألك إيه؟ يعني دقتها. ما ايه ده بالهنا والشفا يا جماعه. مين اللي قال لك بالهنا والشفا؟ بس نبقى نسيب ورقه او نبقى نسيب حاجه عشان ما نبقى جعانين زي دلوقتي كده ولا لا؟ زي دلوقتي طبعا. طبخين ايه يا جماعه بقى؟ طبخين ايه؟ وبعدين بقى ندخل في سؤالنا بقى ايه اكتر حاجه انتوا بتأجلوها لاخر لحظه وبتعملوها او ما بتعملوهاش؟ او يعني شوفوا انتوا بتعملوا ايه عشان دايما اللي بتتساب لاخر لحظه دي بتبقى مهمه يعني بصراحه. لانه دايما بنسيب اخر حته في الساندوتش للاخر اللي هي بتكون حلوه قوي فبنسيبها للاخر علشان نأجلها لبعدين اللي هو هقفل بحاجه حلوه اللي هو بقي يكون مبسوط كده وانا بقفل الموضوع ليه علاقه بالسعاده فعلا. ايوه ده حقيقي. نشوف ايه قولي لي او ايه لا معاك لا الاولويه النهارده لدينا بهجت عشان تبقوا فاهمين يعني اللي هي عايزاه. يلا يا استاذه يلا يا دينا سمعي يا عمو يلا ماشي يا جماعه. اخر حاجه برضو اللي هو بتسيبوها مثلا اللي بتذاكروا مثلا زي ما منير قال الحاجات اللي في اخر وقت اللي هو انا هلم المنهج هلمه هعمل ايه بس في ثقه في الموضوع. هو بيتلم فعلا بس هو مش الصح بيتلم. مش الصح عشان هو بيتلم بقى في جرعات كافيين بقى ومنبهات بقى وتطبيق بقى فنروح الامتحان تاني يوم اصلا مش في قمه تركيزنا. فاكيد كده حتى لو لمينا في يوم في حاجات هتقع. الموضوع ده كان صعب قوي الحمد لله بجد. الحمد لله فعلا ربنا نجانا بجد او ربنا لا ده الحاجه اللي بيأجلها للحظه الاخيره هي شنطه سفره. عشان لا بس احنا كبنات اظن ان احنا ممكن يبقى قبلها بيوم مثلا. بس انتوا كبنات لما بيبقى في اي حاجه ليها علاقه بالسفر والشنط والتحرك بيبقى في طبعا غير الاوفر باكينج. هو في حاجات كده بنشتريها حتى لو موجوده يعني تعالوا نشتري طالما في سفر في نشتري حاجات. في اوتفيت جديد كده ما موجود بتاع الصيف اللي فات يا جماعه بقى. اديك قلت الصيف اللي فات ما هو علشان كده اللي فات خلاص. طب ما البسش جديد لسه. ما هو كده هنوصل بقى للحته بتاعت الفرق ما بين الستايل والموضه. ايه ده شفتي بقى دخلنا في حته ضلمه جدا ازاي. يعني ايه يعني؟ طب ما هو في ستايل وفي موضه صح. ايوه ما هو ماي ستايل هيمشي مع الموضه دلوقتي فاهم قصدي ايه؟ لا مختلفين. الستايل ملوش علاقه بالموضه. الستايل مستمر الموضه متغيره. بالظبط ما انا متغيره فانا اتماشى معاها بالستايل بتاعي. بص مش هتخلص والله مش هينفع. اللحظات الاخيره احلى وقت تنجز فيه مثلا عامه يعني. في ناس اهو بتفكر بالعكس بقى اي تاسك بيطلبه مديري بيبقى في ثانيه. ايه انا ايه مش فاهمه الجمله ثانيه انا جالي كده فكر كده بمناسبه اللحظه الاخيره دي. إيه؟ وسؤال بقى ممكن نتناقش فيه. يلا سيبي بقى الجهاز وركزي معايا. سيبي الجهاز ده وركزي معايا بقى. ليه السفريه بتحلو اخر يوم؟ طبعا
والقعده بتحلو برضو في اخرها، اللي هو لازم كلنا نروح، ده لاخر يوم في السفريه بتحلو كل حاجه في اخرها، اللي هو بتحلو بتكتشفي فيه ان مثلا طب ما الدنيا كانت حلوه، اللي هو في مطعم قريب جدا من البيت اللي قاعدين فيه بس ما شفناهوش غير واحنا ماشيين، والبحر بقى احلى، لا عرفنا سبوت بحر احلى في اخر يوم، والجو بقى اروق، وعرفنا فين البول الفاضي في اخر يوم. ايوه اللي هو كل حاجه بتعرفها في الاخر. ليه؟ احنا مسافرين بكره الفجر مثلا، عرفنا كل حاجه، والله مش هينفع نيجي بقى الصيف الجاي ان شاء الله نبقى نشوف بقى الموضوع ده. اخر يوم في السفريه ده من الحاجات اللي هي بتوجع. اصل انا من الناس اللي بتكستند، عارفه كده ان هو الاوجاع دي بتتفوق عليا، فبروح قاعد بقى ما برجعش. وسخريه القدر بقى لو انت قعدت واكستندد خلاص، عشان الحاجات الحلوه اللي اكتشفتها دي كلها هتبوظ بكره. مش فاهمه ليه، هي مش فاهمه ليه ما تكستندوش بجد، يعني بجد سبحان الله. بس يلا ما فيش مشكله. يمكن برضو هي ايه شويه حاجات كده الواحد عكوسات مش مشكله. الحاجه الوحيده اللي مش باجلها في نفس الوقت هي الاكل. طبعا يعني بصراحه الاكل ما يتاجلش، يعني لو اتاجل ممكن يبقى في مشكله. باي 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 باي. كنتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير.